أمام من يضعف الشيخ نواف الأحمد؟ وضعف أمام الله سبحانه وتعالى، لكن أنا عندما أرى شيخ كبير يطلب المساعدة في أي شيء أضعف أمامه. نعم. وطفل مريض يتألم، نعم، ما نعرف شنو اللي فيه، هذا اللي أنا ما أطيقه الحقيقة، بضعف أمامه. الطفل المريض اللي بيتألم، والشيخ الكبير اللي يطلب مساعدة، اللي يعني الواحد مهما صار بيحن على هذا الشيء، بيضعف أمامه. هدف تتمنى طول العمر أن يتحقق لك شخصيا وللكويت الوطن؟ والله يوسف، يعني الهدف أبي يتحقق هو رضا الله سبحانه وتعالى علي ورضا الناس. الحمد لله أنا يعني كل الأمور اللي هذا ماشي عادي الحمد لله وشكرا، لكن هو اللي أتمنى رضا الله علي ورضا الناس الحقيقة. أيضا الكويت، نعم. الكويت أتمنى إن شاء الله تكون أمن وراحة واستقرار لبلدنا الكويت، وأن أرى إن شاء الله فيها المصانع المنتجة والمشاريع الاستثمارية والمراكز. أتمنى للكويت هذه أن يكون فيها إن شاء الله، وهذه منوتي الحقيقة للكويت، وأن تكون راحة أمن ورخاء واطمئنان لمن يكون فيها إن شاء الله. إيش تنصح أبنائك من الجيل الصاعد في الكويت؟ الحقيقة أتمنى أن يتمسكوا بمبادئ ديننا الحنيف الذي يحض على المكارم الأخلاق، وأن يتسلحوا بسلاح العلم والمعرفة، لأنهم هم شباب اليوم، هم شباب المستقبل. أتمنى أن شاء الله أن الله يوفقهم ويأخذ بيدهم لخدمة وطنهم في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. مشكور على وقتك، ما قصرت.